باعترافاتهم. الأستاذ رامي إبراهيم نصوحي عضو مجلس الإدارة مع الكابتن حسين لبيب لا مؤاخذة بيؤكد إن نادي الزمالك آخر 20 سنة بيمر بأزمات الطلوع منها معجزة، وبأبناء نادي الزمالك سواء في الجماهير أو في أماكن حساسة لا مؤاخذة. لا مؤاخذة، جدولة بقى وأندلة والزملكاوي بيخدم الزمالك في أي حتة. انتوا فاهمين يعني اللي ملوش خير في الزمالك. ما علينا، هو اعترف كده ان ده نادي بقى له اخر 20 سنه ده وضعه الطبيعي، فمحدش بعد كده يقول لي اصل اول مره نادي الزمالك يبقى كده. ده بقى وضعكم الطبيعي، ان الزمالك محتاج معجزه عشان يعيش. ليه؟ ذنبقه داخليه مش حدودتنا، فشل اداري متتالي مش حدودتنا. يعني كابتن او الاستاذ رامي يقول لك ايه بقى؟ بس المره دي غير. لا، عشان انت بس اللي واقع فيها. كل مره اداره بتقول المره دي غير وهتطلعوا منها، وفي فلوس جايه كتير. حكايه بقى القضيه والارض في النيابه هي دي المشكله الحقيقيه. انتوا عايزين الارض ترجع عشان القضيه مش عشان حاجه تانية. كده كده في فلوس بمئات الملايين ويمكن بالمليارات كمان جايه نادي الزمالك، لكن المشكله الحقيقيه في القضيه. والمشكله كمان ان الزنبقه شغاله. شكلكم كده راحلين. خلص الكلام. ده وضع نادي الزمالك وده الطبيعي. سلام.